اريدكم تسمعوا هاي الكارثه اللي صارت اليوم. خافكوا احد مسامع، وصلوا هذا الفيديو لعامه الشعب. اليوم سووا كارثه ونزلوها على رؤوس الناس والشعب عامه. رئيسكم اليوم يصوت ويأمر مجلس الوزراء انه ما تتروج اي معامله لاي مواطن الا يدفع اجور الكهرباء ويدفع اجور المي ويدفع اجور الخدمات مال التبليط ومال المجاري ويدفع حتى النفايات يدفعها. يعني اليوم اللي قاعد بالايجار والمواطن الفقير والمواطن اللي يراجع دائره على مود قضيه صغيره معينه يقولوا له روح ادفع لك مليون مليونين مال الرسوم كلها يلا تجينا. تدرون هذا الاجراء ليش سووه؟ لان طوال 4 سنوات خسروا العراق يا ما خسروه، تريليونات اخذوها، والعراق حاليا مطلوب 91 تريليون خارجيا و54 مليار دولار داخليا. شلون يطلعوها؟ ما راحوا يطلعوها من ترويجهم للانتخابات اللي جاي يصرفون عليه تريليونات، ولا راحوا يطلعوها من الاموال اللي جاي تسرق بيها الاحزاب، ولا راحوا يطلعوها من الاموال اللي اخذوها نور زهير والاموال اللي ضاعت والاموال اللي راحت والاموال اللي غرقت، غيرها وغيرها وغيرها الى اليوم. ما راحوا يطلعوها من ارصدتهم بالبنوك، ما راحوا يطلعوها من استثماراتهم وعقاراتهم اللي ترست البلد. اجوا على هذا المواطن الفقير حتى يطلعون فلوس من جيبه. اطفال بالمدارس وقاعد ايجار، وهذا المواطن اللي ما عنده، وهذا المواطن اللي ما يكفي راتبه نهايه الشهر، وهذا المواطن المطلوب وصارت له معامله معينه لازم يروح يدفع ملايين لمود يسددون خسائر العراق براسه، يلا يروح يكمل معاملته. هذا القرار اللي يطلعه رئيسكم اليوم من مجلس الوزراء اللي المفروض هو يخدم الناس ويمثل الناس. هذا القرار اللي يطلعه رئيسكم اليوم اللي صوره تارس المحافظات واللي ترويجه الانتخابي تارس المحافظات والتريليونات اللي جاي يصرفوها. هذا رئيسكم اللي مخلي له 600 أو 700 مرشح تارسين المحافظات ويريد الناس تنتخبه. ما اكتفى بكل الأمور اللي سواها بالمواطنين هو وإطاره، وصلت به المرحلة إلى إذلال المواطن على مود معاملة، يدلوه وياخذون فلوسه كلها حتى يسووا له معاملة صغيرة. بحت أصواتنا صار أيام بنقول لكم مسرحية انتخابية، وهاي المسرحية فاشلة. همهم الوحيد هو الخمط من العراق. جايبين لهم مرشحين اليوم وتارسين المحافظات. ما فكرتوا بالناس؟ ما فكرتوا بهاي العوائل؟ ما فكرتوا بهذا الشعب؟ انتوا ومجلس وزرائك ما قعدتوا وفكرتوا بالمواطنين؟ هذا المواطن منين يجيب؟ لكن انا انطيكم العذر، لان انتوا اصلا مو عراقيين، لان انتوا لو كنتوا عراقيين ما تفرضون هاي الامور على الناس وتذلوها بهاي الطريقه حتى تخلوهم خاضعين لكم. لا، والمشكله القائمه مالته اسمها الاعمار والتنميه، يريد يعمر البلد ويريد ينمي البلد اقتصاديا واجتماعيا. هي هاي الاعمار والتنميه مالتكم؟ لكن الناس هسه عرفتكم اكثر واكثر. والله العظيم هضيمه اليوم صورك مرفوعه بالمحافظات حتى الناس تروح تنتخبكم زين بالمرحله الجايه. اخيرا اقول لك شكرا سياده الرئيس على اهتمامك بالمواطنين.